أهلا وسهلا فيكم من جديد في قناة حسن فور تيوب. حكينا المرة اللي فاتت عن تجربتي للسفر لأول مرة واللي كانت في مصر. تجربة حلوة كتير وبتقدروا تشوفوا تفاصيلها في الوصف تحت هذا الفيديو. أما في فيديو اليوم، وبما إنه إحنا في مصر لازم أول مكان نروح نشوفه هو الأهرامات. قبل ما أبدأ فضلا مش أمر حطوا لايك واشتراك، لأنه بجد اتعبنا في تصويره لحتى يطلع لكم الفيديو بالشكل اللي راح تشوفوه. طلعنا الصبحيات وركبنا الميكروباص وانطلقنا على الأهرامات. قديش كنت متحمس أشوف هالمعلم التاريخي والحضاري الفرعوني المصري. الطريق كانت طويلة كتير، لكن شوارع القاهرة وناسها وحياتها بترد الروح، خصوصا لما يكون نهر النيل جنبك. لأول مرة بحياتي أشوف نهر النيل من قريب، نهر النيل وجو النيل وحلاوة النيل. وهوب وأنا سرحان في النيل شفت لكم منظر، طلبت من السواق يركن على جنب لحتى أشوفه وأفرجيكم إياه. بالله شوفوا معاي هذا الفيو الرائع، شوفوا هاللوحة الفنية مش ناقصها ولا إشي، خضار ومية وسفن وسما وغيوم وعمران. هاللوحة الربانية هاي طبعا خلتني اخذ كم صورة تذكارية لأسجلها في دفتر ذكرياتي اللي مش راح انساها في زيارتي الاولى، وان شاء الله مش هتكون الاخيرة لمصر. اخيرا وصلنا الاهرامات. معلش حلاوة النيل نستني اكمل لكم حكي عن طريقنا للاهرامات. شوية وراح نوصل للأهرامات، بس في تذاكر دخول وبعدين بندخل عليه. المهم وصلنا المكان اللي بندخل فيه لمدينة الأهرامات، وزيها زي أي مدينة لازم نقطع تذاكر دخول لحتى نقدر ندخل جوا. هي KFC، دجاج كنتاكي، بيتزا هات. لا تقول لي KFC ولا كنتاكي ولا غيره، ملحقين على كل. نروح نقطع تذاكر. تعالوا نروح نقطع تذاكر ونصف على الدور هناك عشان ندخل سوا مع بعض، عشان ندخل مدينة الأهرامات ونشوف شو بيصير معنا جوا. بدنا ناخذ اللي هو نحجز التذكرة من هنا. وهينا هالحين صفين دور لحتى نقطع تذكرة دخول للأهرامات. تذكرة زي ما بتقول 60 جنيه للعربي و240 جنيه أو 240 للأجنبي. ثمن تذكرة الدخول للمدينة يا شباب حوالي 60 جنيه للسائح العربي، يعني تقريبا ما يعادل 20 دولار بمقابل الشيكل. وهيك أخذنا التيكت تاع دخول مدينة الأهرامات. والحلو بالموضوع إنه الأهرامات مش مكان بيجوا إله السياح العرب بس، بالعكس تجلب إلها سياح أجانب من أكثر من دولة، خصوصا من أسبانيا والأرجنتين والبرتغال حسب اللي شفته هناك. هيك الدخول خليها معاك ما ترميهاش لحد ما تخرج. ليه؟ لأن في نهاية الرحلة في الآخر خالص بعد ما تيجي بالسلامة تخش بيها معبد أبو الهول زي الناس اللي هناك. يا سلام. غير جوا. شوية توجيهات كانت من المرشد المصري للسياح قبل ما يدخلوا في عالم الأهرامات. هيك كان مدخل الأهرامات يا شباب، شايفين ما أحلاهم؟ وكمان إحنا لسه زي ما تقولوا على الأطراف ما دخلنا جوا، وزي ما انتم شايفين كل العالم هاد بيحبوا يوثقوا كل لحظة إلهم حتى لو كانت لسه على البوابة. الأهرامات مكان فخم ورهيب كتير. الأهرامات يا سلام. شوفوا الجو كيف ما أروعه، شوفوا العبق التاريخي اللي بتحكي عنه كل صخرة كونت هاي الأهرامات، شوفوا البيوت اللي كانوا ساكنين فيها الفراعنة. خلال هذا الفيديو راح تسمعوا مني كلمة يا سلام كتير. هاي الأجواء أنا بموت فيها، المكان بجد خرافي. إحساسك وشعورك بهذا المكان إنه ترجع آلاف السنين لورا. هيك قربنا تقريبا كثير على الأهرامات. قربنا شوي شوي على الأهرامات عشان نشوفها من قريب. وهيك صرنا قراب كثير من الهرم. المدينة مليانة حصن وجمال بيستخدموها السياح عشان يتجولوا في الأهرامات، لأنها مدينة كبيرة جدا وما بتقدر تلف فيها على رجليك. وأسعار ركوب الجمال والحصن بصراحة مش ثابتة، لأنه أنت وشطارتك مع صاحب هاي الحيوانات. ياه شوفوا ما أعظم الهرم. هذه أقرب نقطة ممكن أصور لكم فيها عظمة الهرم. زي ما انتم شايفين صخور كبيرة جدا مركبة فوق بعضها كونت في النهاية هذا الهرم العملاق. يا سلام يا سلام.
وهاني فيو تاني بيحكوا اسمه البانوراما، يعني بتقدر تشوف من خلاله كل الأهرامات. بين الأهرامات كلها. أنا مش فاهم كيف يعني بنقدر نشوف كل الأهرامات من خلاله، لكن بشكل عام المكان حلو وبدأ يجي إلا التعب. أنا هذا المنظر بكيف عليه، منظر فخم جدا. وبعيدا عن الأهرامات مش عارف ليش في عندي توائم مع الطبيعة الصحراوية، بتريح فيها جدا وبتصيبني حالة ضعف بس أكون في جو صحراوي. والله تشوفوا معايا هذا المنظر. يا سلام. يا سلام، مرة تانية وثالثة ورابعة. اتفقنا من البداية انه تسمعوا مني كلمة يا سلام كتير في هذا الفيديو، وهان بدأ التعب يتسلل إلنا وياخد منا نصيبه. عشان هيك قعدنا وبدينا نستعرض شوية مهارات حسب طلعنا في التصوير. بدنا ندخل على حاجة اسمها المقبرة. ولا مسكين. كيف اننا ندخل من هنا؟ لا لو علاقة كمان مصري هاي. ها؟ ممكن. تمام. بلاش تصوير. طيب ندخل من هنا. مش عارف ايش يقولوا عنها. على اعتبار انها مقبرة يعني هيك. هان في عنخمون. نشوف واحد تاني خفرع مثلا. هان مرته لعنخمون، لا هذا ابنها، هي مرته، لا مش عارف ايش اسمها. وهان البنات، هي بنتها اللي هي صافص، هذه بنتها بصرمين، هذا مش مكتوب اسمها، بس هذه شكلها اصغر واحدة في البنات يعني. طيب نشوف هان غرفة النوم اعتقد، غرفة النوم هان. وهان اللي هو الحمام، بس الحمام مش مبين كثير. وهان يعني برواز للجد الكبير تاعه. هيك احنا فرجناكم على دار من الدور الفرعونية في الزمانات. رحلتنا في الأهرامات انتهت، وقبل ما أغادر المدينة حبيت أخذ كم من صورة مع أبو الهول، ونسيت أعمل لي كم خدعة بصرية بحكم إنه إحنا كنا تعبانين جدا. هي قافلة أبو سفيان. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. بعتذر منكم لأنه عندي شوية حساسية من الربيع بتسبب إلي بعض الزكام، وهذا الإشي بيأثر على الإلقاء الصوتي. بتأسف جدا على هذا الإشي. الإشي جدا. بأنوه كمان مرة إنه يا ريت تحطوا لايك وشير وسبسكرايب لحتى تشجعونا على الاستمرار وتقديم المحتوى اللي بيناسبكم. مع ألف سلامة.